في الظهور بقى وتعلم وتعلم يا حلو يا روح يا روح. بيجرح بالقوي. والله كنت لسه هقولها بسم الله يا نهار ابيض. ده انت ليكي حاجات كده هقول لك ايه يعني. مؤدبة مين والناس نايمين؟ انا مؤدبه جدا جدا جدا. ابا عن جدا جدا. يا بنت يا بنت على رأي مصطفى شعب تيجي نعمل ورقه. منورين يا جماعه والله. عاملين ايه يا حبايبي؟ اسكتوا. شرشوحة باريس فكت الحداد ولبست الفلتر وطلعت لنا تاني. ام حمار ما عندك يوم بس بالاسود. ما كملتيش. ده انت ما كملتيش. ولا كانت قهرة على حاجه تانية؟ انا مش قادره. كانت مقهوره من رجوع استاذ رضا ومدام هناء. كانت بص مضروبه على دماغها كده. يا رب يكمل لهم على خير ويتم قهرتك على خير ويبعد عينين الشرشوحه الحوله عنهم وسحرك عنها قادر يا كريم يا رب. بقولك ايه يا شرشوحه؟ الا يا اختي. لا انت مش اختي، بعد الشر بعد الشر. والله هقول لك ايه، بعد الشر هتبرى منك ومن اخواتك. بعد الشر. ده انا شخصيا كنت اتبريت من نفسي. بقولك يا بنت بصي، انت طالعه لنا في فيديو قال يعني بقى مؤدبه وكاتبه ايه بقى على الفيديو؟ تعتذر لبعير. انا لو ما عملتش كده ما بقاش شرشوحه في باريس يا جماعه. أيوة. لو ما طب ما هو طبعا ما احنا عارفين ان انت شرشوحه لو ما عملتيش كده. معلش بقى سامحيني يا بعير. انا غلطت في حقك. ايه ده بتعرفي تعتذر يا بنت؟ ايه ده؟ دي نفس الربكه اللي كانت فيها ساعه ميسي وسيرج. ايه ده؟ هيقول كلام انا خايفه خايفه خايفه. انا كعاطف انبسطت. مالك يا شرشوحه مالك؟ على فكره رجليكي اللي انت مدلدلاها دي كانت طالعه في الكاميرا يا بنت. ده انت حافيه، ده انت رجليكي مقشفه والله العظيم. شفتها في الازاز، انت طبعا بتصوري وراكي ازاز فعاكس حضرتك الايه التصوير يعني. كلها طين. فرجليكي مقشفه وحاجه قد كده وعماله تلعبي بيها وانت بتتكلمي. كلها طين. ايه القرف ده؟ فانت طبعا ما سمعتيش على حوار غسيل الرجل ده، ما سمعتيش طبعا عن الباديكير ولا المانيكير، واحنا اثبتنا ده قبل كده. مش مشكله في اللايف يعني. في حجر عندكم في البلد. حجر كده عشان عارفه. تعرف الحاجه في طوبه. هاتيها وشيلي الجلخ. يمكن لعل وعسى الجلخ يتشال. حط في طاسه. الله وصل. طب انت عايزه ميه نار؟ رجليك ماتت يا جعيتي وعفنت. فاكره الفيلم ده؟ امال هو قريب ليه؟ فاكره صابون عادة يأثر فيها حبه بوتاس كده مع شويه بريل مع كده يعني. فاكرين عادل امام في الفيلم قوم يا جعيدي رجلك ماتت وعفنت. انت عامله زي الفيلم كده. بص يا جعيدي في طوبه كده. طوبه والله العظيم. انا اعمل الشارع ولا حاجه من المنظر واعملي بيها مع شويه بس انا رجلك شويه بوتاس. لا وبنتها الغلبانه يا عيني عدت كده من قصاد الاوضه اللي هي قاعده فيها. عدت كده بصت لها كده عملت لها كده وراحت ماشيه. يعني ما فيش امل فيك، اقعدي ارتاحي وانا هدخل يا عيني اسد جوعي بشويه جيلي ولا اي نيله. ما انت طبعا قافله على الاكل. انت ما عندكيش وقت تعملي لهم اكل ولا لقمه ملح. ده عملت لها كده والله. انا شفت الفيديو كده وراحت معديه. يا عيني عليهم جايبهم في الدنيا تعذبهم. يا عيني عليهم. ان شاء الله هيتاخدوا منها باذن الله. سنه سودة عليك وعلى دماغك وعلى اللي خلفوك. يا رب يكون سنه بيضة عليك يا استاذ رضا انت ومدام هناء. وسنه سودة عليك انت وعلى اللي خلفوك كده ومبسوطين يا رب وتطلعوا كده في تحديات مع بعضكم كده تعملوا قلوبنا كده يا رب ان شاء الله ان شاء الله. ويقهروا الشرشوحه وتموت قهرا زي ما هي. والله طالعه تقول ايه يا ولاد احنا لازم نعتذر لبعير. لازم نعتذر لبعير كده. بص اعمل كده ليه بقى يا ولاد تعتذر لبعير؟ انت مكسوفه ليه كده؟ تعالى افهمكم انا بقى كواليس الاعتذار. بعير هتطلعي تقولي اللي قلناه واللي اتفقنا عليه وتبرئي الارتريه مع ان انت في اسبانيا بعيد اصلا عن السعوديه ولا كنت في المول ولا شفت الارتريه ولا شفت حاجه. اطلعي قولي ان اهل السعوديه هم اللي قالوا لك واحلفي. احلفي انت واحنا عارفين لك دين عشان تحلفي ايه؟ ما علينا. المهم قالت لها قولي كده ولا اخر نداء لطياره الدوحه وانت فاهماني وكذا فيديو اطلعي اتكلمي. ها المهم بعير طبعا سمعت الكلام. ما هو اخر نداء لطياره الدوحه ما تقدرش تتكلم. طلعت عملت الفيديوهين الهبل اللي هي قالت لها عليهم وقالت لها اتكي بالذات على موضوع الارتريه. ها حجتها
ايه علاقتها بالارتريه؟ ما امال هي مش هي اللي بعتها بالسحر؟ ما هي لو الارتريه اتجابت هي هتتجمل لغلاخه، كل شويه فهي كل ما يجي سيره الارتريه تخبط رجلها في بعض، لان هي اللي بعتها بالسحر. قبل كده تقول لك دي لو مش ناصحه كانت راحت وعملت لها هناك بلاغ وما كانتش طلعت من المكان ده يا شيخ. هو في ارتريه يا جماعه، معلش يعني مع احترامي برضو لكل الخدامين في البيوت، مهنه شريفه، مهنه شريفه، بس هل مقتدره ماليا ان هي تحط فلوس في ظرف ابيض في المصحف وتروح وتسيب شغلها اللي مش هتقدر تسيبه اصلا لان الكفيل هيديها على دماغها، ما تقدرش تسيب الشغل والشغل هناك سحله؟ هل تقدر ومعاها قدره ماليه ان هي تحط فلوس في ظرف وتروح تقابل مدام هناء وتسيب شغلها وتروح تقابل مدام هناء في المول عشان تدولها؟ مهما تكون بتحبها. ولا شرشوحة باريس اللي كانت بعتاها وبعتلها الفلوس وبعتلها السحر وبعتلها الكلام ده، والشرشوحة برضو مش دافعة من جيبها، ده جماعة وفاء ابو علوان اللي ممولينها، افهموا اللفة جاية ازاي. المهم طلعت تعتذر لبعير بعد ما بعير نفذت وعدها معاها، ما خلاص بقى. هي كانت تمثيلها في الاول تشتمها ومش عارف ايه عشان يقنعونا، فاهمه؟ متخيلين بقى طلعت فضحت نفسها في الاعتذار ده بلسانها بلسانها، والتانية المهزأة راحت دعمتها بفلوس على ما هي مهزأة، ما هي طيارة الضحى ما تقدرش تتكلم. ما علينا. المهم طلعت شرشوحة باريس تقول ايه؟ فضحت نفسها هي بذات نفسها، قالت ان بعير كانت على تواصل معاها على الانستا قبل سفرية اسبانيا. الله، طب ادوني كده عقلكم وادوني المنطق بتاعكم. طب اما بعير مستضيفه مدام هناء وعامله ان هي صاحبتها بقى وبتحبها والروح بالروح وكل الكلام ده كله، وهي اللي داخله لها على الانستا ودعتها لاسبانيا وعملت كل الفيلم الهندي ده، يبقى هي ليه على تواصل مع الشرشوحه على الانستا؟ ها؟ هي رسمه ورسمنا على مدام هناء. الشرشوحه اندبت بالكلام، هي مش لاقيه سبب لان هي شتمتها، فطالعه بتحور بتقول لكم ايه؟ عملت لي متابعه على الانستا وبعدين بعدها ب5 ايام اكتشفت وشفت فيديوهات مدام هناء عندها، يبقى افتكرت بقى ان هم متفقين عليا. لا يا غاليه، ده انت اللي متفقه مع بعير على مدام هناء، زقتيها عليها، قلت لها خشي بحجه الدين وقولي لها ايه الكلام ده. طبعا كان بعد موضوع اسلام ميسي وجانو، خشي قولي لها ان فيديو قيام الليل اثر فيكي وان انت دخلت الاسلام بسببه، وانا بدعوكي عند الاسبانيا. فهمتوا الليله ماشيه ازاي؟ والتانية عشان قلبها ابيض، التانية عشان غلبانه شربت المقلب وقالت هعمل فعل خير وكده راحت. ما علينا. فالمهم شرشوحة باريس فضحت نفسها بذات نفسها، سلطت عليها بعير. عرفتوا بعير كان ايه سبب تقربها من مدام هناء؟ فهمتوا بقى الليله ماشيه ازاي؟ طيب كاستفاد برضك مشاهدات زي وقناه تكبر بعير، يعني منفعه من كله بقى، زي ما سلطت عليها الارتريه وحوار السحر. فهمتوا ان الست دي شيطان في زورة بني ادم. المهم طالعه بقى تعمل كده في ايديها، قال يعني البت مؤدبه بقى وتقول ايه؟ ده اول سبب خلاني اغلط فيها، تاني سبب ان انا لقيت بقى مدام هناء عندها فغلطت فيها. وحياة امك، طب هي كانت ساندرا غلطت فيكي؟ طب هي كانت ماريا غلطت فيكي؟ طب ميسي وجانو كان غلط فيكي؟ كل اللي يقرب منها تشتم. طب استاذ رضا كان غلط فيكي وتقل ادبها. طب ام استاذ رضا كانت غلط فيكي. كل دول كانوا غلطوا فيكي. احنا كنا غلطنا فيكي. احنا اول فيديو طلعنا قلنا لك انت بتقولي لها ليه الكلام ده واتقي الله وكفايه اللي انت بتعمليه، طلعتي بتقولي علينا احنا اللي سبينا عرضك. امال انت عملت ايه يا غاليه؟ سلطت علينا الشراشيح اللي تبعك يا ايه يا واو يا سين يا كذا، ده انتوا عليكوا قواضي اعاره، ده انتوا كذا، ده انتوا كذا يا امو مش عارفه ايه. نسيتش اللي انت قلتيها ده؟ امك بتقعد بره بجرجير وتقول للزباين الحلو جوه خشوا جوه، وانا كان جوزي طفشان مني وهربان مني وابويا نفسه طفشان مننا بقواضي الاعاره اللي علينا وبدعتي، فاحنا كده اللي سبينا عرضك. تصوري اقتنعت؟ اشهدوا يا قنوات، اشهدوا يا قنوات. لو هم مكانك كانوا ادوكي بالجزم. طب وبالنسبه لمدام هناء، ده انت ما ثبتيش عرضها بس يا لهوي، ده انت ثبتي عرضها وعرض بناتها وجوزها وامه وكل اللي قربوا منه. تقول لك عاملين لي قواضي، انا ممكن هتعملي بايه؟ تعملي بايه يا بنت الهبله؟ يا بنت الهبله اللي معاكي. انت عارفه لو خرجتيها
والله العظيم انت اللي هتضايقي. والله ده انت اللي هتتحبس. والله. اولا دي فيوسات مفبركه، يعني هترفع عليكي تشهير وتزوير ولو وكل حاجه. حقيقية. ولو حقيقيه دي فيوسات على الخاصه على الخاص، مفيش بيها اذن نيابه للتسجيل يا متخلفه، واسمها افشاء اسرار خاصه، ودي لوحدها قضيه تانية. ويا ريت مدام هناء ترفع عليك القضيه دي، لان انت بالفعل زعتي فيوسات مفبركه ليها على قناتك في كذا فيديو كذا لايف، ودي قضيه عنب. خليها تطيش في الزيطه. يلا بالهنا والشفا. المهم نرجع بقى لاهانتها لبعير. قعدت تقول ايه؟ انا قلت عليكي مدرعه. مدرعه. ما تنسيش الحركه ما دي. كانش قصدي، مش انا، ده اختي منى، مش انا. برجليها. وبرجلها رجلك مادت يا جعيدي. زي ما قلت لك هو انت قلت عليها مدرعه بس؟ لما ننصحها برضه انعاف حبه الجلوكوز في ميه نار، ميه نار تقيله شويه. في ميه نار يمكن وطوبه من الشارع، حتى مش هنقول لك الشارع حاجه، طوبه وفضلي، وبعد كده يلا بقى حتى يمكن لعل وعسى. تعالوا نستريح مني ان شاء الله باذن الله. مع كده هيجي لها السكر، فاكيد يعني ده مش هتكمل معاها كتير. ما علينا. المهم طلعت تقول انا قلت عليكي مدرعه. هو انت قلت عليها مدرعه بس؟ ده انت قلتي المحل كلها خارجه بره. ده انت قلتي بتطلعي لنا ملط. ده انت قلتي انت عامله علاقه مع استاذ رضا وماشي معاكي كده في الحرام. يا ستي اللي قلتي. ده انت قلتي ان استاذ رضا اتنفض من مكانه من الحركه اللي هي عملتها له، وادت له رقم تليفونها. ده انت بدعتي. ده انت قلتي على شعرها انها كويان مكوة رجل. ده انت قلتي انها متجوزه كذا راجل وعايشه مع رجاله في الحرام، وفي احفاد عندها في قطر. هو انت نسيت انت قلتي؟ ده انا الفيديوهات عندي قبل ما تمسحيها انا سحبتها. تسامحك على ايه ولا تسامحك على ايه؟ دي مهزأة. هعاتبك على ايه؟ اقسم بالله دي مهزأة انها سابتك بعد كل اللي عملتيه فيها. لا وراحت لها كمان. والله مهزأة، هي بتحب التهزيف، هي مهزأة فعلا. هترفع قضيه على اللي ما جابتش سيرتها ولا اتكلمت، واللي مسعت بكرامة اهلها الارض عادي. كانت واكسه على وكستها. هو انت قلتي عليها مدرعة بس؟ طالعه جايبه كلمه واحده من اللي قلتيه وسبتي كل سب الاعراض اللي انت عملتيه فيها. ده انت قلت عليها ده انت لا مسلمه ولا متدينه ولا حتى ده انت ملحده، ده انت كافره، ده انت كذا، ده انت كذا. هو انت نسيت انت قلتي ايه؟ يا نهار اسود ومنيله يا جدعان. انت بتستعملها. خليكم مكاني، خليكم مكاني. خلينا مكانك. نخلينا مكانك ايه؟ ده احنا لو مكانك ندفن نفسنا صاحيين. انت بتستهبلي. هو انت بتستعمل الناس؟ انت نسيت انت قلت عليها ايه؟ بتستهبلي الناس ولا ايه؟ انا مش فاهمه. لا الفيديوهات عندي. هو انت مش قلت انها قواده وانها اعاره وانها كل حاجه بره ده انت بدعتي. وانت سبتي فيها حاجه سليمه؟ ده انت حطيتي صورها وسلطت التسول اللي تبعك يحط صورها، ويا هانم يا مسلمه يا اللي اسلمتي طالعه مملطه وكل حاجه بره وبشع. ده انت مسكتيها لما سويتيها وتقولي انا قلت عليها مدرعه بس. انا قلت لمدام هناء، ما بتقولش طبعا عليها مدام هناء، الاسم القذر اللي هي بتقوله. ده انت اقسم بالله ده انت اللي امساك. انا قلت لها هتنزلي من غيره، هيبص لها وهيقارن ما بينكوا. هو انت مش اي حد يقرب من مدام هناء بتقولي نفس الكلمتين دول؟ تشميه وتسب اعراضه. مش كل حد يقرب من مدام هناء تقولي هم دول اللي هيوقعوكي، هم دول اللي مش عارفه هيبصوا لجوزك، هم دول اللي مش ده كل حد ما يقرب منها انت عايزاها منبوذه زيك. غل. بس هي مش منبوذه سبحانك يا رب. الناس كلها بتحبها. امراء السعوديه بيهدوها، بيدعوها العمر عندهم، يعني هدوها الذهب والالماظ. انت ما فيش حد عبرك. انت متخيله انت جربانه قد ايه؟ يا منبوذه. انت جربانه والله جربانه اقسم بالله. وملمومه على شنعاء خراطيم متحرشه العواجيز رخره، وهي طلعت لا مسلمه ولا بتاع، والله اعلم بيها شكلها برضو ملحده. هو نفس الحوار. ما انت صديقه قاهر الاسلام بتقولي طلعوا لي ان انا صديقه الطلبه. هو انا اللي طلعت لك ولا انت اللي فضحت نفسك؟ هو مين اللي طلع الكراسه الزرقاء؟ انا ولا انت؟ الفرنساوي اللي من اليمين للشمال. يا نصابه برخصه، يا نصابه برخصه، يا كدابه. هو في فرنساوي بيكتب من اليمين للشمال؟ كل اللي قالوا على اللي احنا قلنا عليها. امال انت عملت ايه؟ خليتي شنعاء خراطيم تلبسك في الحيطه وتصور لك. امال انت اكرمتينا بالكلام. من اليمين للشمال، يا مزوره برخصه، يا نصابه، يا كدابه، يا محتاله، يا حالفه الزور. دور الادب مش لاقي عليكي. ليه؟ لان هو اصلا ما عداش من على بيتكم. هو الادب عدى من على بيتكم؟
طب انا اسالك سؤال ذمه ودين، وانا عارفه ان انت اللي عندك لا دي ولا دي، مش مشكله. اهلك اتربوا عشان يعرفوا يربوكي؟ بجد والله باينه الموضوع، ما هو باين عليه يعني إيه بجد ده والله. منظر حد اتربى ولا زعلانه من ترويق القنوات عليك، وكله بيقول عليك يا شرشوحه. طب انت سبت حد؟ انت سبت حاجه اللي لما قلتيها؟ مش قلت على مدام هناء انها عامله مساكنه في الحرام؟ زعلانه ان احنا طلعنا لك الكراسه الزرقاء؟ طب على الاقل احنا طلعنا لك دليل، حقايق. طلعنا لك دليل وبايديكي وبلسانك وباللي انت طلعتيه بالتزوير بكل حاجه، احنا اللي مطلعين حقيقتك. لكن انت تبليك على الست دي وكذبك واستحمارك للناس 3 سنين، وطلعت كدابه، والست حطت الكراسه في عينيكي، والحفله بتاعت اللامريه في عينيكي، وعقد جوازها في عينيكي، وكل حاجه في عينيكي، وطلعت كدابه ونصابه. يبقى ايه بقى؟ يبقى احنا من حقنا ان احنا نقول عليكي صديقه الطلبه، ما هو بلسانك، ما انت اللي قلتي. مش كان الصديق الجديد رافع القرايل نايم وانت بتصرفي عليه، كان ناطع، كان فوق ال100 سنه، اللي بتعمله بتعكسوا على مدام هناء. مش هو ده صديقك ولا احنا جبناه من عندنا؟ طب هو مش الصديق الجديد اللي بيكحكح دون اللي من ورا الكاميرا؟ مش ده الصديق الجديد بتاعك؟ واحنا قلنا حاجه غلط؟ مش انت اللي جايباهم ولا احنا اللي جايبينهم؟ الورد جميل. لو تقول لك يا مدام هناء ايه هي الغلطانه، اديتنا انطباع وحش عنها لما صورتها كده وصورت صدرها ولقينا كل حاجه بره. الله، امال لما صورت اللي قلت عليها سلفتك؟ امال اللي انت قلت عليها سلفتك ورحت حاطه الكاميرا مخصوص قلت على صدرها دي كانت صورت ايه؟ كانت ايه؟ على الاقل مدام هناء صورت الفيديو عام وانت رحت واخده سكرين وزومتي، وانت اللي حطيتي الصور وحطيتي النيله على دماغك. لكن مدام هناء صورت فيديو عادي جدا. لكن انت في اللايف بتاعك مسكت الست اللي هي جارتكو دي، ولا معرفش انت جايباها منين، ده هي اللي هي البوابه بتاعتكو تقريبا، الله اعلم بدنيتها برضو، بس دي مش سلفتك، تمام؟ لان اهل الطفشان هنا في مصر. رحتي مصوره وحاطه الكاميرا على صدرها، دي تبقى ايه؟ احنا عايزين نفهم بقى. ومسيو سيرج بتاع الورد، هو مش انت اللي جبتيه برضه عندك في البيت يقدم لك الزهور، ولا احنا اللي جايبينه مثلا؟ كان رافع القرال بيصوركوا. انتوا متخيلين؟ ده انت عديت مرحله الدياسه بمراحل. والله يا جماعه ده ديوس، كان ديوس فعلا. هزقنا هي وصديقها كتير كفايه. وصديقك الجديد برضه ديوس، عشان بتصرفي عليه ونايم وبترتاحي 6 ساعات وبتديله الفلوس. شكرا يا حبيبي، لو تشوفي كلمه حبيبي. حبيبك من انهي زاويه؟ عيطت عليك. ده مغسلي رجلك، ده تلاقيه بيغمى عليها عين امه، والله تلاقيه بيغمى عليه. لا الوصفه السحريه. كفايه الكرنب المره والبتنجان. الجايه على اللايف نلاقي رجلك نضيفه يا بنت. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ اقسم بالله ده انا هرجع. يلا كفايه كده النهارده عليها. كفايه اخدت اكتر من وقتها. ده كان فيديو اعتذار لبعير، تحليل فيديو اعتذار على البعير. استنونا في فيديوين كمان يا جماعه، اشوفكم على خير. السلام عليكم يا جماعه.